حاجة بتشغل بال أي امرأة داخلة في علاقة، حتى لو يعني المفروض العلاقة شرعية، لكن كتير جدا بيدخل في علاقات غير شرعية. غير شرعية بمعنى ان هي بتعرفوا كده، يعني علاقة عاطفية لا هي خطوبة ولا كتب كتاب ولا، وانتي بتعرفيش ان هو بيصطادك، مع ان في علامات بتؤكد لك ان هذا الرجل كل اللي يعني عيني عينك باين ان هو بيصطادك. في علامات بتبقى واضحة زي الشمس كده، وفي علامات تانية بيبقى صعب انك تكتشفيها. عشان كده انا عملت لك الفيديو ده النهارده عشان اوعيكي، عشان هو بيحاول يصطادك علشان ياخدك ببلاش مجانا، علاقه مجانيه، يتعلم فيكي بقى، يلعب بيكي بقى، وهلم جرى من الخسائر اللي انت ممكن تتعرضي لها بسبب علاقه مع هذا الرجل. عشان كده انا عملت لك الفيديو ده، هوريكي علامات لو هي موجوده، في الراجل اللي قدامك، اعرفي ان الراجل ده عايزك مجانا ببلاش، يستغلك جسديا ونفسيا ويقضي بيكي وقت فراغه ويتسلى على الرايق. هو ده موضوع الفيديو بتاعنا النهارده. اتمنى لو اول مره تشوفي قناتي شرفيني بالاشتراك في القناه، دعموني باللايك، وده رقم الواتس الاستشارات مفتاح البلد مصر لو عندك اي مشكله. ركزي بقى معايا واحده واحده. انا هقولك مجموعه من العلامات، وزي ما انتوا متعودين معايا نمره واحد مش هي اكثر اهميه من اخر نقطه انا هقولها، لكن انا هجمل لك بشكل خاص كده وعام ايه اكتر علامات بتبين ان الراجل ده اخدك تسلايه ومجرد صيده يلعب بيها. لما تلاقيه مش جايب سيره المخلوق عنك، هتقولي لي يعني انت عايزاه يفضحني يروح يقول للناس؟ لا، بس الراجل لما بيحب وبيبقى ناوي على جد، على الاقل هيقول لامه، هيقول لاخته، عيلته القريبة قوي منه، لو عنده صاحبه الانتيم، لان هو مش قادر، في مشاعر ضغطه جواه عليه وعايز يتكلم، عنده طاقه انه يتكلم عنه، نفسه يعرفك على اهله، نفسه مش يقول لك بقى تعالي بيت معينه والكلام بتاع الابيض واسود، لا بس بتفهمي. طب افرضي انت بقى كيسي طلبتي منه، قلت له انا عايزه اتعرف انت بتقعد مع مين، اصدقائك مين، ما تعرفني، مش مامتك مثلا بتروح النادي اليوم الفلاني، او اختك، ما تعرفني عليها مثلا في مكان عام يعني، ولقيتيه بيتحجج وحاطط اعذار في اعذار وغير مقنعه على الاطلاق، اعرفي ان الراجل ده مش عايز يعرف عنك حد، لان اصلا انت مالكيش اي حيثيه عنده. وكمان بتلاقيه العلامه الثانيه بقى اللي هي تخص النقطه دي كمان، مش حريص على الاطلاق يعرف مين القريبين منك، لا اهلك ولا اصحابك ولا اي حد من الدايره المقربه منك. لو بيحبك هيبقى بيتمنى الهوا اللي انت بتتنفسيه هو كمان يتنفسه، الارض اللي انت ماشيه عليها يجي له الحظ انه يمشي عليها. فلما تلاقيه حتى لو انت طلبتي منه انك انت تعرفيه على مامتك، على اخواتك، على اصحابك، بيتهرب من ده، لا هنا بقى واقفه في حاجه غلط في الموضوع. دي من ضمن العلامات اللي بتبين ان انت مجرد صيده وهيتم التلاعب بيكي لاقصى درجه. ايه تاني علامات؟ ركزي معايا، بصي بقى دي جامده جدا. هو مش حاطك على الصداقه عنده اصلا، يعني اصلا مش حاطك على الصداقه، وقافل الحساب بتاعه، ومش عامل بقى الريليشن والحاجات الهبله اللي الشباب بيعملوها والبنات لما يجوا يرتبطوا عاطفيا. يعني هو بصي اللي عايزك تعرفي فيه جوه، ولا تشوفي ايه اللي بيحصل في صفحته، ولا مين اللي بيتم التفاعل معاهم، ولا عامل ريليشن عشان يعلن للناس، حتى مش لازم يحط اسمك ده، يعني مش هيفضحك، بس انه يعرف البنات اللي حواليه والناس وعيلته ان هو مرتبط. هنا في علامه استفهام لازم توقفك. دايما يحب لما يقابلك على جنب، على انفراد، يعني ما يحبش يقابلك في اماكن فيها ناس يعرفوه، بمعنى ان هو يعني مش من باب الخوف عليكي، ولا من باب اللي بيحب بيبقى عنده شجاعه مش طبيعيه، لكن مش انه يعني يفضحك ويسيح بقى ويقول للناس كلها، لا، بس ان هو على جنب، ننفرد ببعض على جنب، نبقى لوحدينا يعني، وانتوا عارفين ايه اللي بيجر الموضوع ده. ومستحيل انه يقبل انه، ولو اتوجدتوا في مكان يعني في اشخاص تانية هو عارفهم، يعمل نفسه انه مش عارفك اصلا، يعني ينكر وجود اي تواصل من اي نوع معاكي، مش من الخوف عليكي، لا، هو مش عايزك تبقي موجوده في صورته اصلا. لو اخدك بمحمل الجديه مستحيل لو عنده مشاعر حب يقدر يعمل كده. لو لاحظتي عليه ان هو لما بيجي يتكلم عن حاجه تخص المستقبل
انت مش في الصورة اصلا. يعني هو ما بيجيبش سيرة اي حلم ممكن يكون مشترك انت موجودة فيه ابدا. يعني ممكن يكلمك عن اللي حصل النهارده، عن الماضي، لكن انه يشاركك في ان هو يكلمك عن حاجه تخص المستقبل، هو مش شايفك في المستقبل اصلا، انت حاجه عارضه كده في حياته. افرضي هو بيمثل وهيقعد يكلمك عن المستقبل بقى، ونخلف بقى وهنتجوز وهنعمل فرح. بتحصل مواقف كتير جدا بيبان فيها لا، هو لما بيجي يتكلم عن المستقبل بيتكلم بشكل فردي، انا مش موجوده في الصوره. غير ان الواحد ما بيعرفش يقعد يمثل طول الوقت الا لو هو محترف ومركز قوي، لكن انت في كل الاحوال بتحسي كويس قوي هو انا فعلا من ضمن نسيج احلامه ولا لا. من أكتر العلامات المثيرة للريبة في هذا الرجل إنه مستحيل يسمح لك تلمسي التليفون بتاعه، وغالبا كده بيحطه في جيبه وصامت علشان هو بيقابلك في أي مكان علشان ما تحسيش بأي حاجة. يعني مستحيل كده تلاقيه مثلا وريني كده تليفونك، وريني أنا عايزة أشوف، مستحيل. ومش هيهمه اصلا، يعني مش هيهمه انت رد فعلك ايه، لان التليفون جواه مصايب سودة فهو عارف ان انت لو شفتيها هتنهي علاقتك بيه مباشرة لو عندك دم، يعني بعد ما شفتي القرف اللي جواه، فمش هيخليك تمسكي تليفونه. لكن لو بيحبك مفيش، يعني هو بيحبك يعني مخلص ليكي، يعني هو ما بيعملش حاجة غلط، هيقولك تليفون عادي شوفي. تمام. لما تلاقيه عنده لا مبالاة غريبة تجاه أي أمر يخص حياتك وبيدور في حياتك، عندك امتحانات، عندك ميتنج، عندك انترفيو، في ايفنت، في أي حدث مهم في حياتك، هو لا يبدي أي اهتمام. انت عملتي ايه، اللي حصل، اللي راح، اللي جه. الموضوع شوفوا، ان الانسان ممكن يمثل شويه، لكن انه يفضل يمثل على طول شايفك حاجه عابره في حياته، وهو مش شاغل نفسه في مواضيع تانية اهم. فدي من العلامات اللي ظاهره، لكن انت دايما بتحطي بقى اعذار، اصله مسكين مشغول، ولو مثلا جيتي عاتبتيه يقعد يقول لك اعذار مهما كانت تافهه هتحاولي تقنعي نفسك بيها، فخدي بالك. دي بقى علامه من اخطر العلامات. وعود 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 بقى ايه مبهره، يعني بيعمل لك عملية غسيل مخ، وعوده فيها تطميع ليكي، بيطمعك. ما هو انت فاهمة، انت بيلعب على وتر، هو عايز في الاخر يحصل على جسدك، علشان يخليكي يحصل على هذا المكسب منك لازم يطمعك. هيطمعك ازاي؟ بوعود خطيرة جدا ما بينفذش منها اي حاجة، كل وعوده فارغة. فدي من العلامة اللي واضحة وضوح الشمس، وكل أعذاره تافهة ملهاش قيمة، فخدي بالك. طب افرضي انت بنت واعية ولا وبتاخدي موقف، عارفة هيعمل ايه؟ يبتدي يفقدك ثقتك في نفسك، يبتدي يعلق عليكي تعليقات تهز ثقتك في قراراتك عشان يخليكي تسمعي كلامه بانصياع تام. زي يقولك بقى انت دقه قديمه، انت مقفلاها، انا ما بحبش الستات اللي من النوع ده، انت عايزه بقى تثبتي له العكس بقى. لكن اياكي يضحك عليكي من ان هو يدخلك من المدخل ده، ان حد يجرؤ ان يفقدك ثقتك في نفسك عشان ترتكبي كبيره من الكبائر، انك تكوني صيده سهله، انك تكوني مجرد علاقه مجانيه. سامعاني؟ بصي بقى العلامه دي بيعاملك على انك ملكة، وهو راجل برنسيس وراجل جانتي وعطوف وحنون. بصي بقى بيعامل الناس التانية ازاي، بيعامل امه بقى، اخواته، اصحابه، الناس في الشارع، المواقف اللي ايه بيغلط ويقعد يحكيها لك دي. ما في الانسان ما بيتجزأش، الانسان اللي عنده خلق وعنده موقف وعنده مبدأ وهو عطوف وحساس رقيق طيب، بيساعد، بيبقى كده بشكل عام مع الناس كلها. لكن لما تلاقيه بيعملك انت بس كده، اعرفي ان هو بيرسم وعايز يقنعك بان هو شخصيه خياليه زي الاساطير، لكن حقيقته بتبان لما تراقبي تصرفاته مع الاشخاص اللي حواليه، حقيقته كلها بتبان. وما تغلطيش نفسك، ما حدش بيتغير. ما تقوليش بقى عشان الغرور والكبرياء اصل انا مش اي حد فانا بيعاملني كده، لا، او ان اللي قدامه استفزه، لا. تمام. بيلعب عليه الراجل الصياد على البنت اللي قدامه عشان يعرف يصطادها بسهولة، انه يشككها في قدراتها في نفسها، في اي ميزة فيكي. يعني لو انت انسانة ايا كانت الميزة، لا يخليكي تحسي اني لا،
مش بس يفقدك ثقتك في نفسك، ده بيشككك في قدراتك، يشككك في قراراتك، يخليكي بتلفي حوالين نفسك، وده بيخليكي تضعفي لان انت بتتعاملي معاه بثقه. يعني الكلام اللي هو بيقوله لك انت مصدقاه، بيأثر فيكي يعني لان انت بتحبيه، فبتعتقدي ان هو بيقول لك بقى الصح، يعني هو شايفك كده من النهايه، فتلاقي نفسك وانت ضعفانه كده وهو راضي بيكي، فتلاقي نفسك بتحاولي انك تراضيه. انا فيا كل العيوب دي وهو راضي بيا، فاحاول ان انا اراضيه، فيلعب على الوتر ده، يبوظ صحتك العقليه. انت فاهمه؟ فانتبهي، ما يديكيش فرصة تعرفي حاجة عن لا شغله ولا هو بيعمل ايه ولا بيروح وبيجي فين، اي انشطة بيمارسها، اي شغل بيشتغله، هو مش عايز يعرفك حاجة عنه. الراجل لما يكون بيحب بيخليكي بيتكلم معاكي، بيحكي لك، انت ليكي الاولوية انك تعرفي ادق التفاصيل عن حياته، عن شغله، عن طموحه، عن تحركاته، عن اخفاقاته، عن نجاحاته. لما تلاقيه غامض جدا بشأن كل ما يخصه من أنشطة هو مش عايزك تعرفي حاجة عنه عشان تعرفيش توصلي له بعد كده، تعرفيش تجيبيه. فاهمة؟ ما تستغليش أي معلومة بيقولها لك، فتلاقيه دايما غامض في أي معلومة تخص أي أنشطة بيمارسها في حياته. بيقابلك حسب مزاجه، بيكلمك في التليفون وقت ما يجي كيفه، هو لا همه ده مناسب ليكي ولا مش مناسب، عندك شغل ولا لا، انت وسط اهلك ولا لا، هو وقت ما يجي له كيفه هو بيكلمك، هو بيتصل بيكي، لكن غير كده هو مش مقيم اي اهميه لاي حاجه تخصك في حياتك. تمام؟ ما يحللهوش بقى الاتصال بيكي الا امتى؟ بالليل، وبالليل قوي قد ما يقدر. ليه؟ لاني بقى بالليل واحنا قاعدين كده نتكلم في التليفون بقى والمشاعر بقى، ويفضل يحفزك بكلمات جميله قوي بقى تحفز مشاعرك، يعرف ياخد منك حاجات معينه وكلام معين واوصاف متنيله بنيله بتقوليها عن نفسك وعن جسمك وعن لبسك. وبعدين هو لما يجي يقعد بقى يلعب على الوتر ده انت تحسي بالسعاده بقى، فهرمونات السعاده بتنطلق عندك، الاندروفين والسيستيرون، دي هرمونات كده بتاعت السعاده، فتلاقي نفسك مشاعرك بترتبط بحاجه اسمها في علم النفس، بغض النظر بقى عن الاسماء عشان ما تدخلكيش في حوارات، الاقتران الشرطي. يعني ما تعرفيش يعني ايه اقتران شرطي؟ يعني ارتبط وجوده بشعورك بالسعاده. فكل ما انت سبتي له فرصه ان هو يكلمك بالليل والمشاعر بقى متدفقه، يعني هياخد منك اكتر، بيجهزك. ليه؟ عشان لما يجي يقول لك يلا تعالي علاقه بقى مجانيه جسديه، انت جاهزه، هو قام بتجهيزك بالكامل. تمام؟ يتجاهلك ولا يرد لا على تليفونك ولا على رسايلك، وهو اونلاين وتليفونه فيه جرس، ولا يعبرك، بيتجاهلك من غير سبب، ولو حاولتي تسألي عن السبب بيديكيش إجابة ولا يهتم إن هو يبرر لك. الراجل اللي بيحب بجد ما بيعملش كده، بيبقى زي الكتاب المفتوح، بيبقى هو حريص إن هو يجاوبك على هذا السؤال، أنا كنت بعمل كذا وبروح كذا وبعمل كذا. لكن لما تلاقيه أصلا بيعاملك بالطريقة دي، إيه رأيك أنت؟ بيحب ده؟ بصي يا بنتي بقى، لما تيجي توقفيه كده وتقولي له بتحدد موقفك مني، انت هتيجي لاهلي ولا مش هتيجي؟ طب هو انا اللي بيني وبينك ايه؟ ما ممكن كل ده واصلا ما قالكيش اصلا انه بيحبك، اصلا بيعلقك وبس، ما يحددش اي موقف واضح من علاقتكم. هنا هو بيلعب ونص وتلات ارباع، ففوقي لنفسك. الفيديو ده انا عاملاه عشان محدش يستغلك في علاقه مجاني، بيلعب وانت اللي بتدفعي الثمن من نفسيتك واعصابك وسمعتك، وبتتعقدي وبيجيلك اكتئاب، وبتدخلي لما تيجي تدخلي في علاقه تانية تحسي انك فشلتي في الاولى وحاجات كتيره قوي. يبقى ليه بقى من اولها؟ اسمعي الفيديو ده مره واتنين، ولو ده بيحصل معاكي ستوب، حافظي على نفسك، لان انت لو ما حافظتيش على نفسك ما تطلبيش من واحد تاني ان هو يحافظ عليكي. ده موضوع الفيديو، اتمنى لو وعاكي تعملي لايك، اشتركي في القناه. لو عندك مشكلة من أي نوع ده رقم الواتس للاستشارات. أهلا بيكم كل وقت، مفتاح البلد مصر. السلام عليكم.